أنا الصادق عجب عيسى، عمري 32 عام. تم احتقالي وغُطّ على جسدي. جيت أحكي قصتي مع شهادة بودكاست. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة يعطيك الله. العافية. الله يعافيك. بداية، من هو الصادق وشو قصته؟ الصادق عجب عيسى، من سكان الخرطوم، مواطن عادي. أعمل أعمال حرة في مجال الفندق والسياحة، وجبات سريعة. فعايش حياتي عادي وطبيعي زيه زي أي مواطن. صادق، كيف تابعت بداية الحرب على السودان؟ والله يعني كنت عادي وأشوف حرايق وقنابل وطيران يشتغل في القيادة في السوق العربي كل الوحدات العسكرية، إنه إحنا نشوف نيران كثيفة ودخان وضرب. فمسألة كانت يعني عصيبة جدا ومخيفة على المواطنين وعلى الشفع وعلى الكبار. ف ف ف منها الشغلة يعني طالت ومشت. يعني الناس افتكرت إنه الحرب دي يومين 3 يوم، إنه بتخلص، في ناس قاعدة وفي ناس كبارات ما قادرة وفي ناس مرضى. فطالت الحرب وطالت فيها يعني الانتهاكات والكلام. فمنها يعني أعلن القائد استنفار، القائد العام بالقوات المسلحة أعلن استنفار. فاستنفرت مع القوات المسلحة، وكنت أعمل في مدرعات الشجرة. ومن خلال الفترة اللي أنا في الحرب يعني بندخل على ناس يعني يقول لك الدعامة يعني ضربونا الدعامة في أثناء معاركنا، الحتات اللي نحن بنخشها بنحررها. الدعامة يعني عملوا فعلوا تركوا المواطنين والشفع والكبار والصغار، إنه كيف يتعاملوا معاهم، كيف يعاملوهم. فقضايا كتيرة وتفاصيل كتيرة. يوم 6/10/2023 صباحا، شو اللي صار معك؟ يوم 16/2023 صباحا طلعنا من المدرعات للذخيرة. ففي الذخيرة اتأسرت في واد عجيب، في منطقة واد عجيب. يعني إحنا اتأسرنا 28 نفر، 28 نفر في واد عجيب اتأسرنا. ف يعني كانوا متهمين بإنه أنا زول ضابط، يعني تعرضت لضرب شديد ولتعذيب. يعني حصلت مرحلة إنه كل جسمي ده، أي عضو في جسمي ده أنا يعني اتقطع وانتهى يعني. هل كان في تحقيق مع بداية الاعتقال؟ والله هو ما كان في تحقيق، هو الحقيقة بس إنك يعني كل المسألة إنه يجبروك إنك شنو، أنت يعني تقول الحاجة اللي أنت أصلًا ما عليك يعني. يعني أنا كنت متهم بإنه أنا ضابط بالقوات المسلحة، أنا زول مواطن، ما ضابط. عشان الكلام ده أنا اتعرضت لتعذيب شديد، ضرب بالصوت، جلد، ربيط، قطيع. يعني كل أنواع التعذيب، أي نوع من التعذيب يخطر على بالك أنا اتطبق فينا يعني، حصل معايا أنا. خلال 27 يوم من الاعتقال، شو التفاصيل اللي بتذكرها؟ في 27 يوم من الاحتغال، في 27 يوم من الاحتغال شُفت فيها كتير، إنه يعني عندنا ناس كبار في السن، يعني أعمارهم اتجاوزت ال80 وال90 والماشي يعني. ما يعني كانت منظرهم يعني مناظر يعني صعبة صعبة جد. يعني إنه زول كبير وعنده ضغط وعنده سكري يكون مهان ويكون معذب على أساس إنه كان بخدم في الجيش مثلا منذ 20 عام أو 15 عام، محتغلينه الليلة بتعذيب وبانتهاكات وبجلد.
وإهانة، في نفس اللحظة مرضى، فشغلة يعني لا أنزل الله بها من سلطان يعني. في المحتقل كان في كتير، يعني أنا كنت معلق مربط من الأيادي اللي هي كيف، مربط 4 يوم، أنا ما واعي، فمنها أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي، يعني دي حالتهم، دي يعني حتى جزء كبير من الأيادي اتدفن الحمد لله، يعني ده كله قضاء الله وقدره. كانت يعني قصية، يعني أنا 4 يوم في غيبوبة، فمنها مشيت المستشفى، أنا لقيت نفسي في المستشفى ما عارف، اللهم عارف اعتقادهم إنه الزول ده خلاص، الزول ده مات، يمشي في المستشفى هناك، ناس المستشفى بعد داك هم يتصرفوا معاه، يشوفوا الطريقة اللي يدفنوا فيها، يشوفوا الطريقة اللي يجدعوا فيها. فمنها يعني دخلت عملوا لي عملية، قال الدكتور اللي هو الدكتور تبع الدعم السريع، قال عمل عملية، فتح اليدين كلها، شرط اليدين من الكفوف إلى نهاية اليد، من الأعلى إلى الأسفل. فبعدها جاني الصباح، يا أخي إنت كده الحاصل كده، وعملنا لك عملية، كنت أنت في غيبوبة ونحن عملنا لك عملية وفتحنا اليدين ده على أساس إنه الدم يعني يحصل الجزء ما اللي اتقطع منه، والورم ده يتفش بعد داك بينقفل ال الجروح. يمكن بعد 3 يوم أو 4 يوم من العملية، يعني الورم اتفشى، الهزالة اليدين يعني كانت كويسة جدًا. فيا دكتور، يا أخي اليدين دي الورم هناك، قال لأ، العضلات ما لسه فيها ورم، ما بتتخيط، عضلات اليد ما بتتخيط، فيها ورم لسه. يمكن بعد يومين كل الجروح التهبت، يعني كل أي جرح في جسمي أنا التهب. 3، 4 يوم عملية، كنت خاشة عملية، العملية اللي هي عملية بتاعة شنو، عملية ما في زول بينضف، ما في زول بيهتم، ما في زول عنده لك حاجة. العملية اللي هي شنو، الحتة الملتهبة تتقطع تتجدع، الحتة الملتهبة تتقطع تتجدع. يعني أنا كل ما أخش عملية بلقى يعني أنا العظم برّا، العضام دي برّا، يعني كلها حصلت مرحلة إنه من هنا من الكوع لحد الكفوف أنا ما في لحمة، كلها بس عبارة عن هيكل عظمي، عبارة عن عظام قاعدة كده بس. فرجع جه قال يا أخي اليدين دي حتتبتر، لأنه ما بتصلح تاني، واليد دي أصلًا انتهت من هناك، من جابوك منتهي، حنبتر اليدين. قمت قُلت له: "يا أخي أمري لله، أمري لله، ده قضاء الله وقدره." يعني كل العملية اللي عملتها، أول عمليات اللي كلها عملتها دي ما استشرتني في عملية، فداير تقطع يدي، داير تبتر رقبتي، داير تبتر كرعي، الله وكيلي، أعمل ما شئت. فطلع منهم واحد يا زول إنه الزول ده خارجه من هنا بس، ما تبتر ولا تعمل لي أي حاجة، خليه يتخارج من هنا بس، يعني يتخارج من هنا، إنه ما دايرين نتبالى بيه، ولا دايرين، ولا حيصلحوا ذاته ولا حيعيش ذاته، فأنتوا خارجوا من هنا بس. طلعت منها من المستشفى، اللي هو ادوني بحافلة بتاعة مواصلات، حافلة المواصلات، آه، بلغوا إنه الزول المصاب ده ما كان عندنا وفكيناه نحن، ما تشتغلوا بيه. مشيت الجبل، اللي هي كانت الجبل في سيطرة القوات المسلحة، فحصلت الجبل ما في دم نهائي، أنا ما عندي ولا بويم من الدم. فاليوم ده كله في الجبل أنا شغال يعلقوا لي دم، قزازة ورا قزازة، نينو بتاع الدم ورا اليوم التاني اللي هي عملية، يعني بدون مؤاخذة، أنا لما الدكتور جا وفتح الجروح دي، يعني الجروح دي لما
فيها دود اللي هو ماشي عديل دود، يعني انتهت رسمي، عفّنت نهائي. يا دكتور يا أخي أنا مؤمن بقضاء الله وقدره، أبتر الأيادي دي وريحنا منها. قال له أنا معذّب شديد، يعني كان في حينها بس متمني إنه بس يتبتروا عشان أنا أكون مرتاح، يتبتر الأيادي والحتّة اللي هنا دي عشان أنا أرتاح من العذاب بتاع الألم والجروح والالتهابات اللي كانت في الجروح والحالة اللي كانت حاصلة. فرفض الدكتور إنه يبترهم، فدخّلني عملية بتاعة نضافة، فمنها قال مدني، اللي هي مدني حوّلنا مدني، مدني كانت قُبّال الحداثة. مشينا مدني، في مدني حصلنا زي ده في المستشفى البريطاني، كل الأخصائيين اتلموا وناي ده. ففي النهاية طلع إنه العظم بتاع الجريدة اللي هي الجريدة اليمين كل العظم حقها يعني ملتهب، فقال ده ما يصلح، يعني لو قلنا نخلوه كده حيسمم باقي الجسم كله. فدخلت عملية في مدني، يمكن اليوم التاني شال الجريدة، العظم بتاع الجريدة اليمين كله شالوه برّا، والبقية اتعملت عملية، وبعدها طلعت من العملية بعدها تاني أجريت عملية، فبعدها تاني عملية لإن هي إنه يدّيني كان مدخلات جوا بطني، يعني اليدين كانت داخل البطن يمكن شهر أو شهر وعلوه أنا يدّيني داخل بطني. فغدّر ما شافها المدني حصل لها أحداث، مشينا القضارف، من القضارف من مدني لسنّار، من سنّار للقضارف، وكانت يعني معاناة والطريق واليدين جوا البطن والجروح تنزف، فكانت الحالة صعبة والله يتغبّل. منها مشينا القضارف، في القضارف عملت عمليتين، منها عملية يعني فكوا اليدين من البطن، والعملية التانية قفلوا البطن محل محل الأيادي كانت داخل البطن، ومنها إلى بورسودان. فكانت في بورسودان كانت كل العظام يعني في جزء كبير جدًا من العظام قاعد برّا يعني لسه، يعني من ضمنها هذا كان بتاع اليد اليمين كان ده كله من هنا لهنا كان عضم قاعد برّا، بتاع في الأصابعين كلها كانت برّا. فمشينا الدكتور مشينا دكتور في بورسودان حاصل، الدكتور قال: "يا أخي محمد الأمين إنه في حميانا أي عضم قاعد برّا ما يصلح تاني وما ينفع." فأنا ما عارف، فمشينا محمد الأمين ده الدكتور قال: "يا أخي طالما أنتم يعني المفروض يعني العظام دي كلها أنا أشيلها برّا وأطلعها برّا، لكن طالما إنكم أنتم مسافرين احتمال يكون في أمل إنه اليدين تطيب وتشفى." فجيت عملت يمكن 3 عمليات والّا 4 عمليات بتركيا، و5 عملية عديل 5 عملية في تركيا، ولسه تاني بقية 3 عمليات وللأسف يعني الأيادي فقدت يعني الوظيفة حقتها يعني، فقدت وظيفتها تمامًا يعني كده بس هسي أنا ما عندي حركة يمكن متحركات لي إصبعين ديل المتحركات، أما باقي الأيادي بهذه الصورة يعني كلها فاقدة وظيفتها تمامًا. فالحمد لله على كل حال. في فترة الاعتقال لم يقدم لك الطعام. لم يقدم لي طعام 27 يومًا، لن تدخل لقمة خشمي على الإطلاق، ما أكلت لقمة في هذه الفترة بالمرة يعني. يعني مرات يعني في بعد ما خرجت من الاحتقال إلى المستشفى، يعني بعد الممرضات الله يتقبل منهم، هم اللي كانوا يعني بيجيبوا لي يعني يمكن ساندويتشي من غير ما زول يعلم وهو زول يحس بهم عشان ما يعمل لهم مشكلة هم ذاتهم. فالحمد لله على كل حال، لكن منذ فترة الاحتقال أنا ما أكلت طعام نهائي بالمرة.
كنت تحكي لي صادق عن مشاهد صعبة وأنت مُعلّق لمدة 4 أيام، كانوا ياخدوا بعض المُعتقلين إلى خارج السجن، شو المشاهد اللي تذكرها؟ والله مشاهد يعني سيئة جدًا، جدًا، يعني ناس كبار في السن بيكون شغالين فيهم ضرب، تعذيب، يعني وأنا مربّط مع الباب يجيبوا واحد جارِنّه اللي هو استشهد من الأسرى إنه شهيد ويقول لك جُرده على أساس إنه يمشي يتصرّفوا معاه، يجدعوه يطلعوه برّا اللهم شنو، ده خلاص ما يصلح يعني ييجوا جارينّه يعني زول ميت، يتخيّل إنه زول ميت بييجوا جارينّه يعني زول حتى ميت ما في له رحمة، وهو ميت ييجوا جارينّه يعني بالوطا. كان في ضرب وفي أعمام كبار في السن يعني اتعرّضوا لتعذيب شديد ولضرب شديد، حالتهم كانت صعبة وسيئة جدًا، جدًا. هذه القوات اللي كانت معتقلاك في السجن، شو كانت تحكي؟ شو كانت بدها؟ شو كانت تقول لك؟ هي قوات الدعم السريع أو قوات الميليشيا والمرتزقة القاتلة المغتصبة السارقة، يعني لا كرامة لها ولا دين لها ولا أخلاق لها، هي ما بتسألك ولا بتقول لك، يعني أنت عندهم ده باعتبارك ما بني آدم، ما بشر أصلًا، ولا بيحتسبوك إنك بشر. كل التصرفات السيئة أنت بيتصرفوها معاك، يعني من تعذيب، من طق، من دق، من ضرب، يعني يضربك بأي حاجة، شايل عصاية، شايل صوت، شايل ما أي حاجة تخطر على بالك تلقاه هو في يده أو قريبة له ممكن يضربك بايتها. فكانت حالة صعبة، صعبة بجد يعني، وحتى في ناس عايشين حالات صعبة جدًا، جدًا، الله يلطف بيهم ويفك أسرهم، لكن كانت حالتهم صعبة، صعبة شديد، يعني ناسهم كبار وناس يعني عجزة، المريض بالسكري والضغط والجلطة والتشنط وكل الكلام ده برضه بيتعرض لتعذيب وبيتعرض لإهانة وبيتعرض لضرب. بعد خروجك من المُعتقل وأنت مُصاب كنت تتنقل من منطقة لمنطقة بعد أحداث مدني، كيف كانت هاي الفترة؟ والله كانت فترة يعني فترة كانت صعبة جد، صعبة جد، يعني أنا اتخيل إنه زول قاعد كده يدينه دي جوا بطنه، يعني كده يعني أنا بدون مؤاخذة ما حتى ملابس ما باقدر ألبسها، يديني كده ملحومة في بطني، وأتخيل إنه مع الشارع ومع التنقلات يعني اليدين ده والجروح دي بتنزف، يعني نزيف وألم، ألم يعني كان صعب شديد، كان صعب من مدني إلى سنّار ومن سنّار إلى القضارف، وكان كل الكلام ده في معاناة وفي يعني حالة شاقة يعني شديدة يعني. فكان يعني اليدين على حس إنه الحركة بتاعة المواصلات والشارع كان قافلينه ماشيين بشارع يعني بدون شارع الرسمي يعني شارع كان كعب، عرفت؟ فاليدين بتكون شغالة يعني اللي هي مع حركة بتقوم بتجُر من الحتّة اللي هي لاصقة فيها في البطن، فكانت تنزف نزيف شديد يعني نزيف شديد جدًا، جدًا، يعني أنا عشان أصل يعني من البطن يكون نزيف للرجلين تحت ده كله نزيف من معاناة الطريق يعني وأنا متنقل يعني. قعدت أكثر من شهر ونُص ما التقيت بعائلتك، احكِ لنا عن لحظة لقاء الوالدة، شو حكت لك؟ العائلة هي كانت بعيدة، كانت برّا الخرطوم، ما اتكلمت معاهم، أنا منذ احتقالي ما اتكلمت معاهم. فهم عرفوه وسمعوا إنه الصادق وكده واتأثر وأسروه، فكانت حالتهم صعبة وكانوا يعني قلقين جدًا. أول ما أنا طلعت يعني رجعت لهم بتليفون باحاول إنه الحاجة يعني شوية الله يديها الصحة والعافية، يعني ما بتتحمل أي حاجة، فأنا دايمًا باقول لها أنا كويس، يعني باكون أنا في شدة الألم ويعني كده لدرجة إنه أنا ما قادر أتنفس، لكن لمّا أمي تتصل أنا أحاول أقنعها إنه أنا تمام وبخير وما عندي حاجة على أساس خوفًا، فكل ما هي تقول أنا جاية باقول لها لأ الشارع كعب وأنا كويس، أنا ذاته يمكن الأسبوع الجاي آجي، الأسبوع اللي بعديه آجي،
فأنت خلّيك. فما اتحمّلت منها جات ما ورّتني إلا لمّن حصلت مدني اتصلوا علي قال لي أنا في مدني. فهنا كانت الحاجة يعني حالتها صعبة شوية. أول ما جات وشافت إنه وضعي بهذا الحال وكده يعني كانت حالتها صعبة شديد يعني بجد. في هاي اللحظة شو حكت لك؟ والله هي ما حكت غير إنه يعني طلعت منّني هاي بالمرّة، بس صارت تبكي بس يعني بكا شديد. فأنا باحاول أمشي لها أقول لها: "أمّا أنا كويس." الشي ده كلّه شاشة اليدين ديل ما فيهم أي حاجة. يعني أقنعها إنه ما بالصورة اللي هي شايفاها دي أو الضرر ما بالصورة اللي هي شايفاها، بس ما كانت تقتنع للأسف. فيمكن بعد 3 يوم هي قاعدة بعد 3 يوم حتى قعدت معاي يمكن نُص ساعة وما قدرت، بعديها ما قدرت طلعت. فبقت قاعدة من بعيد وبتتكلم معاي بس يعني بالتليفون لكن ما بتصلني، حتى ما قاعد تصل تيجي تقدر تقعد تعاين لي أو تقعد معاي. صادق، فترة الاعتقال ال27 يوم كيف أثّرت على شخصيتك وعلى نفسيتك؟ والله يمكن على الشخصية، أثّرت على الشخصية، لكن على النفسية يعني زول يعني كان تمام في أتم الصحة وبخير وعافية، فجأة كده يلقى يعني إنه كل جسمه مقطّع، كل أطرافه فاقدة، يعني من رجلين ليدين فكانت حالة صعبة، كانت يعني بجد صعبة شديد. فإما الحالة النفسية دي يعني واحد اقتنع خلاص إنه ده قضاء الله وقدره، وده مشي مكتوب ومسطر، وقدر ما شاء فعل. إنه واحد يفقد الدين يعني حتى أنا ما عندي السيل اللي أنا شايفهم ديل ما كان عندي أمل إنه يكون عندي أيادي لسه قاعدة، المفروض تكون اتبترت من أول ما أنا طلعتها من الأزرع. يعني من الأزرع المفروض تكون اتبترت الأيادي الاتنين. وكنت إنه أنا باقول للدكتور إنه أبترهم لسبب إنه يعني كنت يعني متألم شديد يعني من الحالة اللي كانت فيهم والالتهابات اللي كانت في الأيادي ومن الجروح الملتهبة كلها. فالحمد لله بس الحالة كانت صعبة يعني كانت صعبة ولحظات كانت صعبة شديد. أنا يعني يمكن ما بانوم أنا الليل لا ليل لا نهار لا ما في بس كده بس يعني ألم بس يعني باكون كده بس متألم يعني شايل الدنيا لافة قاعد. حتى مرحلة يعني إنه المسكنات ذاته بقت ما قاعد تعمل حاجة للألم اللي أنا فيه. فالحمد لله. كنت حكيت لي صادق عن قصص ذبح الناس وهم أحياء، شو الموضوع؟ وطبعًا الموضوع المجرمين الملايش المقطعين ما يسمى بالدعم السريع، يعني عندهم اعتقاد إنه أي زول يعني بيمشي بمناطق الجيش أو بيكون قاعد في مناطق الجيش بإنه هو يعني بيعتقدوا إنه ده زول بتاع استخبارات أو ده زول يعني مصدر بتاع جيش. فمن ضمنها نحن عندنا عمك في جبرة يعني حاج كبير في السن وغلبان على أمره قاعد في بيته. عندنا أخواننا في القوات المسلحة بتدي له المواد التموينية بتدي وبتشيل بتودي له الحياة على أساس إنه شنو يعيش حياته. فالميليشيا اللي بالمنطقة اعتبرت إنه الزول ده استخبارات بتاع الجيش بتاع القوات المسلحة. ففي اليوم التاني عشان الناس ماشية وطالعة يعني تتفقد أحوال عمك ده نحن نلقى عمك مطبوح برا في ميدان قدام البيت، مطبوح من الأذان للأذان الذبح. السبب شنو؟ ضبحته الميليشيا قالوا استخبارات. فكانت لحظة يعني محزنة جد يعني محزنة وكتير من الانتهاكات
اللي نحن واحد بيسمع عنها وبيشوف، لكن يعني شُفناها نحن يعني كانت بجد مؤلمة. في فترة استنفارك ال5 شهور، شو أصعب موقف لحتى الآن تذكره؟ والله أصعب موقف يمكن الموقف بتاع الناس المذبوحة اللي بتذبحوها بيتهموهم إنهم متعاونين، في حين إنهم يعني مغلوب على أمرهم، لا حول ولا قوة لهم، ما قادرين حتى يطلعوا. واحد ما بيتحمّل عشان يطلع من معاناة المواصلات، هو يتحمّل شوية الإرهاق بتاع المواصلات، بيكون قاعد في بيته، الميليشيا بتتهمه إنه زول متعاون، بيتعاملوا معاه بالضبح زيه زي أي بهيمة، يعني يتذبح ويتجر ويتجدع كأنه ما بني آدم، كأنه ما بشر. فمنها في المحتقل برضه، يعني زول يكون برضه يعني زول ميت، زول ميت يا أخي، الله قال لك يا أخي ده إكرام الميت دفنه والضرب على الميت حرام. يعني زول ميت يجيبوه يعني جارينه جر عبارة عن إنه دي يعني بهيمة، يجروا يجدعوا برا بس، يعني من جوا يجيبوه، يعني ما تعامل إنساني ولا أخلاقي ولا بيشبه الإنسانية ولا بيشبه ولا زول عنده ذرة من العقل، ما فيهم الناس دي. شو قصص الاعتداء على النساء والاغتصاب اللي سمعتها وشاهدتها صادق؟ هو الاغتصاب على النساء، النساء يمكن يجي يستلم الدعامة يشوف إنه دي بنت، هي البنت دي سمحة عجبتني، يا البنت دي أنا داير أتزوجها، اتزوجتها له أهلًا وسهلًا، ما اتزوجتها له بيغتصبها، تاني اتزوجتها له ما متزوجها براه، يعني ممكن 7 نفر يتزوجوا امرأة، 7 نفر بيكون متزوجين امرأة، أو 3 نفرين 3 4 نفر متزوجين امرأة. يعني شيء عجيب يعني، تيجي زي ده يعني حتى من ضمن الروايات إنه واحدة يعني أبوها يا حاجة نحن دايرين البت دي، يا تدينا البت دي يا بنقتلك وبنسوق البت دي، يا بيعرسوا كده. فقال يا أخي بدل يسوقوها ساكت وما أعرف عدلها أنا أعرس لها، فقال له خير تمام، وفاتوا عقدوا. اليوم الأول جاو زول، طلع اليوم التاني جاو زول، أنت منو؟ قال يا راجل بنتك يا زول أنت ما الزول اللي عقدت لك. قال له يا أخي نحن ادينا مهر 3 مليار، ال3 مليار دي ب3 رجال، عاجبك ما عاجبك نحن بنقتلك. يعني شغلة كده، شغلة ما أنزل الله بها من سلطان يعني، ولا إبليس الشيطان الرجيم ما يفكر في الكلام. يعني شوف يعني ده غير إنه مغتصبات، وغير إنه يعني في جزء كبير عندهم يعني يلقوا بنت سمحة، هاي دي البنت السمحة دي بنت فلول، دي بنت يعني بنت جلابة، يعني يسوقوها، يعني حتى حصلوا مرحلة إنه يسوقوا بنات من الخرطوم إلى دارفور، يودوها إلى دارفور، في دارفور يعني يستأجروا البنات إيجار، يعني أنت تيجي زي ده إنه تستأجر بيت من عندهم لاغتصابها يعني. صادق، كنت حكيت لي عن إجرام الطبيب في مستشفيات الدعم السريع، شو اللي صار معك؟ الطبيب، الطبيب هو للأسف تابع لمنظمة كمان، إنه المنظمة اللي بتقول راعية إنسانية، يعني الطبيب تابع لمنظمة أطباء بلا حدود، استحضر اسمه اللي هو اسمه محمود. محمود ده لمّا جابوه إنه الزول، لمّا أنا جيت المستشفى هنا إنه الزول ده ماله، قال يا أخي، قال لي الزول ده زول يعني بولداي، بولداي ده اللي هو تابع للقوات المسلحة بلغتهم هم وبلفظهم هم يعني. فبقى يعني شنو، يعني الطبيب بقى يعني فتح اليدين، دخل هو العملية قُلت لك فتح اليدين كلها، فبعدها يوم يومين بييجي بيقطع الحتة اللي كلها الجراحة دي، إنه دي التهبت، إنه يدخلوا عملية نضافة، بيقطع الجزء كله برّا التانية. يعني أنا كل ما أدخل عملية بالقى جزء كبير جدًا
من العضم قاعد بس يعني براو كده برّا كده وخالي من أي لحمة. دي اللي هي قطعها الدكتور اليوم بعد يومين 3 يوم الأسبوع الجاي، في الأسبوع أنا ممكن أخُش 3 عمليات، دي بتاعة قطيع، العمليات عبارة عن قطيع بس بتخُش كده بس بيقطّعوك وبتطلع بس ما في جديد ما في مستجدات. فيمكن أنا في خلال 11 يوم ما كانت يعني الطبيب ما خلّى حاجة اسمها لحم في الأيادي، يعني الأيادي من فوق لتحت عبارة عن عضم، عبارة عن هيكل عظمي. فالطبيب كان جزء كبير، كان جزء كبير جدًا في الضرر بتاع الأيادي يعني، كان جزء لا يتجزأ من التعذيب وضرر الأيادي. صادق، الآن في مجازر مروعة في منطقة الجزيرة، شو الأشياء اللي وصلتك؟ شو الأشياء اللي بتسمع عنها؟ في منطقة الجزيرة كل قرى الجزيرة انتهكت بصورة يعني عامة كده انتهاكات ومجازر كبيرة جدًا، جدًا، اللي هي من كبارات السن، يعني ناس كبارات في السن عجزة يتهانوا، يتجروا من اللحية، يتضربوا، يخلّوهم جاريين قدامهم والّا هو ساكنهم بالعربية بورا، في في اغتصابات كتيرة، حتى الحريم يعني الحريم طالعات يعني منهم الحامل، منهم المريضة، منهم اللي بتضع في الشارع، منهم يعني حالة كانت صعبة جدًا في الجزيرة ومجزرة، يعني انتهاكات كبيرة جدًا، جدًا في منطقة الجزيرة، وكله السبب شنو؟ السبب بسبب زول واحد اللي هو تابع للدعم السريع وانضم للقوات المسلحة، إنه خلاص أنت عشان اتضميت على أساس إنك اتضميت القوات المسلحة فديل أهلك نفعل فيهم ما شئنا من انتهاكات. فبسبب زول يعني 160 قرية اتهجرت واتبادت واتحرقت واتهان ناسها وحريم وعجزتها وكلام كتير يعني من الحاجات السيئة جدا، كله بسبب زول. صادق، أخيرا بعد كل الأحداث اللي مرت عليك، شو الشيء اللي بتتمناه الآن؟ والله أتمنى إنه السودان يعني خالي من الجرائم، أتمنى إنه كل الوطن العربي يكون معافى وبعيد من الانتهاكات والاغتصابات والأمور زي دي، والله يصلح حال العباد والبلاد، يبعد المغتصبين والملايج ديل من كل بقاع الأرض يا رب العالمين.